فحالكم اليوم؟ نتمنى من الله أن تكونوا بخير صحة وخير حال. القصة ليست خيالية، وبكل أسف الجميع يقع في نفس الشيء الذي وقع في هذا الشاب، لذلك أرجو منك أن تشاهد الفيديو للآخر، وأرجو أن تشاركه إن أمكن ليعلم الجميع خطورة الموقف، ولك من الله الأجر والثواب. كانت توجد مجموعة من الأصدقاء الذي تجمعوا على معصية الله، فكانوا دائما يشربون الخمر ويسهرون في المقاهي الليلية، ومن بينهم كان يوجد شاب يدعى خالد، رزقه الله الهداية وتاب عليه من كل ذلك الفعل القذر، وابتعد عن هذه الصحبة السيئة. ولكن الأصدقاء بدلا من أن يسعدوا لأن الله من على صديقهم بالتوبة، حزنوا وغضبوا غضبا شديدا. وفي أحد الأيام اتصلوا بصديقهم خالد وطلبوا منه أن يأتي إليهم ليصلي بهم ويعلمهم القرآن، وبكل أسف ذهب إليهم وهو لا يعلم ما الذي ينتظره. وعندما وصل إليهم أخذوه إلى شقة وقالوا له: سنذهب نجلب بعض الكتب والأكل ونرجع لك سريعا. وبدلا من أن يذهبوا لجلب الأكل، ذهبوا ليعقدوا اتفاق مع إحدى الفتيات الفاجرة لكي تذهب إلى شقتهم وتجعل صديقهم يقع معها في الزنا والعياذ بالله، ووعدوها بأنها إذا استطاعت فعل ذلك سيعطون لها مالا كثيرا. فرحت الفتاة الغافلة وذهبت إلى العنوان وأخذت معها زجاجة من الخمر، ثم دخلت على الشاب بالشقة وظلت تغريه حتى أسقطه كأسا من الخمر، ثم كأسا آخر، حتى ثمل الشاب وغاب عقله ووقع معها في الزنا والعياذ بالله. وعندما أتى الصباح وعاد الأصدقاء، فتحت لهم المنزل وسألوها: هل نجحت أم لا؟ قالت لهم: بالطبع، لقد فعل كل شيء، لقد شرب الخمر وفعل بي ما لم يفعله أحد من قبله. ادخلوا الغرفة لتسألوه بنفسكم عما فعل. فرحوا الأصدقاء بما سمعوا، فرحوا لأن صديقهم أصبح يغضب الله مثلهم، ودخلوا عليه الغرفة ليحتفلوا به. ولكن المفاجأة عندما دخلوا إذ بهم يجدوا صديقهم ميتا على السرير. يا الله، لقد مات الشاب بأشر موته، لقد كان آخر ما فعله في حياته هو شرب الخمر والزنا. كيف سيلقي الله وهو في هذه الحالة؟ يا ليته سمع كلام الله من البداية وابتعد عن أصدقاء السوء. أتدرون ماذا سوف يقول هذا الشاب يوم القيامة؟ قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أخي الحبيب، بالله عليك، كم من صديق طلب منك أن تشرب السجائر؟ كم من صديق أعانك على أن تغازل الفتيات؟ كم من صديق كان سبب في أن يجعلك تترك الصلاة؟ وأنت أيضا كم من صديقة تسببت لك في خلع الحجاب؟ كم من صديقة اقترحت عليك أن تجالس الشباب؟ عباد الله، انظروا جيدا لأصدقائكم حتى لا تقولون يوم القيامة: يا ليتنا لم نتخذ فلانا خليلا. حبيبي في الله، بإمكانك الاشتراك في القناة لنتبادل الآراء معا، لنصبح صحبة طيبة ونلتقي في الجنة بإذن الله.